اللي جاي بها هذا المشروع ديال القانون التنظيمي للإضراب كما كانت تحطات المسوده ديالو في عهد حكومه بن كاين في 2016. وهذه الصيغه هذه اللي جاب وزير التشغيل يعني اللي كانت سلمها النقابه تقريبا ب 25 شتنبيه، فهي يعني بواحد الصيغه تراجعيه وتتنافى حتى مع القوانين يعني اللي هي جاي بها العمل. كنهضروا على الدستور، كنهضروا كذلك على المواثيق الدوليه ذات الصله، كنهضروا مثلا على التشريعات الدوليه اللي كدفع حتى على قانون الشغل، حتى على قانون الشغل. وكذلك واللي زعما يعني مؤسف جدا هو ان وزير التشغيل رغم الخطابات التطمينيه اللي كيديرها في الاعلام، انا زعما هذا ما يخيفني، ملي كيخرج وزير التشغيل وكيدير تصريح عن الصحافه كيقول حنا غادي نحترموا القانون ديال الاضراب وهذا الحق هذا اللي يمكن المساس به، في حين المسوده فهي مسوده يعني خطيره وخطيره جدا كتقصي فئات عريضه من الممارسه ديال الحق الاضراب. كاين فيه حتى يعني عقوبات ثقيله الى مارستي الاضراب وتنافيتي مع المقتضيات ديال المشروع القانون التنظيمي للاضراب توصل تخلص 50,000 درهم ولا 100,000 درهم للمشارك في الاضراب. دونك هذا يعني غاديين في اطار الجريم ديال الحق الاضراب، وهذا الشيء يعني خطير وجاء يعني معاكس تماما حتى للراي ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسه دستوريه. المجلس الوطني لحقوق الانسان حتى هو عطى الراي ديالو، واللي كانوا هاد جوج مؤسسات هذو كلهم جات يعني من طرف يعني جات في الطرح ديال النقابات، والنقابات اللي كطرح هاد المسائل يعني من الخلفيه الحقوقيه، من المرجعيه اللي كاينه في البلاد ديالنا، من التراكم لذا، لان الاضراب بفضل الاضراب باش ان ساهمت الحركه النقابيه على اثر الاتحاد المغربي للشغل في الضحى ديال المستعمر هنايا الفرنسي. دونك الاضراب كان عنده واحد الدور يعني تاريخي وكاين واحد التراكم. والاضراب حاليا بدون قانون كيتم تدبيره بواحد الاعراف معينه. الاضراب يعني في بلادنا كيفاش كيدار الاضراب الى غير ذلك، يعني ما كنلقاوش اشكالات في الاضراب، يعني ما تخلق هذا الاشكال في الاضراب. هي مزيان يكون التنظيم ديالو الى غير ذلك، ولكن التنظيم ديالو باش من اجل تكريس هذا الحق ماشي القضاء على هذا الحق هذا. غير الناس بغاو يكبلوه. واحد القضيه مهمه يعرفوها، يخرجوه غدا الاضرابات غيبقاو. لان علاش؟ لان كتمسي جوهر الحق ديال البنادم. تصور واحد ما خلصتيش، خدم معاك وما خلصتيش، ولادو كيموتوا بالجوع، بغا يشوف القانون ما يمكنش. دونك هاد الناس اللي غيديروا هذا القانون كنقول لهم بحال ما عرفتش واحد البلاصه لقيت دايرين دوك لي بلاك ديال ممنوع الوقوف، ولكن الناس كيوقفوا، الجدارميه كيدوزوا، ما يمكنش. كيفرض عليك واحد الوضعيه. واخا درتي هذا القانون انا بالنسبه لي كنتمأن بان العمال بصفه عامه والعاملات والناس اللي عندهم الا بغينا نقولوا واحد تقل على هذا وكتحيد له حقه يدير اضراب، ماشي شغله في الوراق. انتم ناقشتم مع سكوري في البدايه فاش بدات يجتمع بالنقابات؟ اكيد لا كاين الاتحاد كان داروا لجنه، دارت لجنه وكانت كتشوف دو توت فاسون داروا اجتماعات في هذا الاتجاه. ولكن بعد ما تم هذه الاجتماعات وداك الشيء وقلنا بانه طونسيون، هذا الشيء اللي قلنا كله حذاري من هذا الشيء، هذا قانون تكبيلي، هذا التجريم ديال الحريه النقابيه، واحد مجموعه المسائل حاولوا ما امكن باش يديوه المؤسسات بجوج باش يحاولوا ما امكن يضغطوا من خلالهم. صدقات القضيه ماشي هي هذيك. أن الرأي ديال المجلس الاقتصادي وحتى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان إلى جانب الشغيلة والأجراء تماما، لأنه حق من لا، لأن أنا في نظري فهم كما قلت لك دابا، فهم بأنه إلا درتي ذاك القانون راه ما غيطبقش، ديري ولا ما ديريش، لأن إلا ملي كتزيرني وكتضغط عليا كنفجر. ممكن تكلموا الناس هكاش على النقاط التكبيليه اللي شفتوها كاينه في سميتو؟ لا باش دابا انا عطيتك واحد المجموعه النقاط قبيله. اولا بعدا شكون هاد الناس اللي خصهم يديروا اضراب؟ محددين بعدا يكونوا غير الاجراء. انا قلت لك بان الفلاحين لا، نقول لك بانه يعني كيقولوا الناس يعني اللي التجاره الصغيره لا، الميومين. المهم حاولوا ما امكن باش يخليوا داك الشيء في الاجراء واحد. وهذه القضيه ديال الفئه ديال الاجراء الاخرين ما يديروش اضراب. على سبيل المثال العاملين في القطاع الفلاحي، وهذا راه حتى هما الفلاحين تماما عندنا 1,500,000 فلاح. وحاليا غيهضر لكم على المعاناه ديالهم على مستوى البذور، على مستوى هاد لاصاشريت اللي دازت، على مستوى الاشكالات. غيجي باش يدير اضراب ويوقف ولا يمشي يدير شي هذا وداك الشيء ولا يقرصوا امام هذا القانون هذا وداك الشيء. كاين القضيه ديال الاجل الاخطار. كتعرفوا بانه الاضراب في اخر المطاف هو اللي بغينا نقولوا المباغته
هي الاساس فيه. والمفاجاه الا ما كانتش المفاجاه ما يمكنلكش تربحي، لان هذا صراع بين هذا راس المال الباترونه وبين العمل. هذا صراع، هذا الصراع حدث فاسون فيه واحد المجموعه. الا مشيت انا قلت لك بانه الشهر الجاي غادي ندير اضراب، يلا الشهر الجاي غادي ندير اضراب، اولا بعدا غادي دير توجد الناس اللي غيخدموا، وفي هذا القانون هذا خلاو هذه الفجوه تخدم الناس اللي ما كانوش خدامين معاك. داير يخليوها اليوم في حاليا في قانون الشغل على الاقل كيقول لك بانه ما عندكش الحق. دابا هما خلاو هذه القضيه هذه. دونك هذه المساله ديال اجل الاخطار مهمه جدا. وحنا بالنسبه للقطاع الفلاحي اكثر، لان احنا المنتوجات عندها واحد الموسم معين، عندها واحد الموقع معين. الا درتي لي شهر عاد نقول لك صافي مشيت، ما بقيتش باش غادي نضغط. وجي لواحد القضيه اخرى في القانون، منين كتقراه كتلقى حاطين ديك القضيه ديال شي حاجه استعجاليه دايرينها في كل شيء. نتفق معك من كيكون في الطب وكيكون في المستعجلات وداك الشيء غادي نخدم، ولكن كديرها في حوايج اخرين اللي ما عندها علاقه بالمستعجلات. اداره كتخدم وداك الشيء لا، حيت كذا خص هذه القضيه هذه باش ينفيو لك الاضراب والتاثير ديالو. كنقول انا بانه البيستولي اللي عند اخر ما عنده، قالها بدر، اخر ما عند العامل وداك الشيء هو داك البيستولي. داروا حيدوا له داك الرصاصه وخلاو غير البيستولي. راه كاين البيستولي كالخاوي ما عندوش وكاين حوايج اخرين. كاين هذه القضيه ديال الاضراب على التضامن، ما كاينش، ما يمكنش دابا انا ندير تضامن مع طلبه ديال الطب مثلا. النقابه من حقها دير اضراب مع الطلبه، لان اولادنا ولاد العمال ديالنا ولا غير ذلك. ما كاينش هذاك الشيء. زيد عليها كذلك القضيه ديال النصاب، ثلث ارباع فين تلقاها. دونك واحد مجموعه النقط اللي لاحظتي. كاين واحد القضيه اخرى كيقول لك خص ما يكونش الاضراب سياسي، وخلوها فاغ. بمعنى الا درت اضراب على قانون الماليه كتسمى كندير السياسه ولا شنو؟ اضراب من اجل الكرامه. الاضراب من الكرامه شنو هي الى غير ذلك. دونك هذا النوع ديال هذه القضيه، هذه الصيغه اللي دابا مطروحه هي صيغه زعما في الحقيقه لا يمكن ابدا باش تمر. سي بدر عريش، اكيد غادي نتحدثوا على الاكراهات اللي كاينه في القطاع الفلاحي. ما هو اجتماعي، ما هو متعلق بالطبقة العاملة في القطاع الفلاحي. قبل ما ندوزو بطبيعة الحال السيادة الغذائية، الاكتفاء الذاتي، نشوفوا العنصر البشري بعدا. تماما. صحيح. حنا كجامعة وطنية للقطاع الفلاحي يعني كنأطروا وكنضموا يعني جميع العاملين في القطاع الفلاحي بمختلف المكونات ديالهم، سواء الفلاحين الصغار كذلك العمال الزارعين، بالإضافة للموظفين والمستخدمين المؤسسات العمومية وديال وزارة الفلاحة. يعني كاين القطاع الفلاحي يعني واحد القطاع اللي هو معقد ومركب وفيه جميع يعني والصيد البحري والمياه والغابات. يعني عندنا واحد القطاع اللي هو مركب ومعقد جدا جدا. وحتى السياسه ديال الدوله في يعني لورغانيزاسيون ديال هذا القطاع هذه مشات في اتجاه ديال التفتيت ديال هاد الوحدات هادو. كل مؤسسه دات لها مكتب او لا وكاله الى غير ذلك، ما بقاش داك الشيء يعني مجموعه. لكن رغم ذلك حنا كنجاوبوا على داك الشيء وكنحاولوا باش اننا نأطروا يعني الفئات العامله كامله في القطاع الفلاحي. بطبيعه الحال حنا مع هذا الدخول الاجتماعي كاين عدد الاكراهات اللي كاينه بالقطاع الفلاحي. ملي كنتكلموا على الفلاحين يعني وهذه اللي ما كتمش فقط الفلاحين، كتهم المغاربه كاملين. يعني هذه التوالي ديال السنوات ديال الجفاف، يعني اكثر من 5 سنوات والجفاف يعني كاين في بلادنا. وهادشي كان عنده الاثار في الفقدان ديال واحد العدد ديال المناصب ديال الشغل في البوادي اللي كان كيشغلهم القطاع الفلاحي، خصوصا في وسط الشباب القروي. كذلك كاين خلى ان عدد ديال الفلاحه ما بقاو هاجروا يعني الاراضي ديالهم، ما قدوش انهم يستمروا في النشاط الفلاحي لان كاين هذه الازمه ديال الجفاف وما كاينش واحد الدعم مواكب من طرف الدوله، وتم التخلي ديالهم عليهم كيواجهوا المصير ديالهم. وكذلك الانعكاس ديال هادشي ديال الجفاف على لا سواء التموين ديال السوق لا على الاسعار الى غير ذلك. ولكن ماشي غير الجفاف اللي هو بوحده مسبب فاشي، لان الجفاف بحكم الموقع حتى ديال المغرب الى غير ذلك ما نقدروا نهضروا على الجفاف كمعطى هيكلي اللي خاص يكون كتعامل معه الدوله كعنصر ثابت، ماشي كيجي سنه وكيغيب سنوات. ومع هذه المتغيرات المناخيه اللي كاينه يعني حنا غاديين في واحد التحول هذا. دونك الجفاف هو معترف، ولكن كاين كذلك حتى
السياسات ديال الدوله حتى التدبير ديال الدوله لهذا الشيء ديال السياسه الفلاحيه ولا كذلك ديال السياسه المائيه كتزيد تتفاقم من الاشكال. دونك هذا يعني على الا بغينا نهضروا على الفلاحه داكشي كنقولوا على الفلاحه كنقولوا كذلك على العمال الزراعيين اللي كان الفقدان ديال واحد العدد المئات ولا الالاف ديال مناصب الشغل ديال العمال الزراعيين. التمييز القانوني اللي كيعانيو منه العمال الزراعيين ما بين الحد الادنى للاجور في القطاع الفلاحي ونظيره بالقطاع الصناعي اللي مازال الفرق تقريبا 25% في الحد الادنى للاجور ما بين عامل زراعي كيشد اقل ب 25% مع عامل اخر في القطاع الصناعي. حنا متفقين هذاك الحد الادنى للاجور لا ديال السمك ولا ديال السمك فهو ضعيف مع هاد المستويات ديال التضخم القياسي اللي كتعرفها بلادنا، ولكن كاين هذا التمييز القانوني لا سواء في ساعات العمل ولا كذلك في الحد الادنى الاجور، بالاضافه للظروف ديال العمل والاستغلال اللي كاينين في الضيعات الفلاحيه الى غير ذلك. دونك هذا الشيء كلها يعني كاين تحديات صعيبه في وسط القطاع الفلاحي، واللي كيزيد يعني الطين بالله هو ما كاينش اجراءات حكوميه اللي كتهم هذه الفئات هذه الضعيفه والهشه في وسط القطاع الفلاحي. كنشوفوا الدوله كتهضر على الدوله الاجتماعيه الى غير ذلك، عندك 1.5 مليون ديال الفلاحين الصغار، عندك 1 مليون عامل زراعي. الا قديتي غير الوضعيه ديال هاد عباد الله هذا كتكون نجحتي بواحد النسبه هادشي ديال الدوله الاجتماعيه واحد النسبه اللي هي كبيره. للاسف الدوله والاجراءات ديالها ما مشاتش في هذا الاتجاه، وحتى السياسات الفلاحيه اللي كانت